علينا أن نلتف حول علمائنا، لأن النظرية الغربية تهدف إلى إسقاط العلماء، وإذا سقط العلماء سقط المذهب بأجمله. اليوم الهجمة مو فقط على الضعفاء، بل الهجمة يريدون أن يفرقوا بين القواعد الشعبية وقياداتهم الدينية، فإذا استطاعوا ذلك مزقونا ولا نستطيع عمل أي شيء. لذلك علينا الدفاع عن علمائنا بما نستطيع من قوة أعطاها الله تبارك وتعالى لنا. اليوم تلاحظ للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي ضاجة بالكلام على العلماء. إنسان لا يفقه من كتاب الله حرفين يتكلم على العلماء الذين قضوا حياتهم في الدراسة وفي خدمة المذهب، وتشوف هذا يسقط وهذا يرفع وهذا يكبس وهذا. اتقوا الله أحبتي، خصوصا نحن مقبلون على شهر الله تبارك وتعالى. هذا بحد ذاته التسقيط يخدم أمريكا وإسرائيل من جهة، ومن جهة هو بحد ذاته غيبة. أنت تغتاب إنسان بشيء لم تطلع عليه. لذلك هاي حملات التسقيط الموجودة على أدوات التواصل الاجتماعي هي التي نفس الحملات التي قتلت الإمام الحسين سلام الله عليه، نفس الحملات التي قتلت أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس الحملات التي قتلت. ما نروح للمعصومين، هاي حملات التسقيط، ما نروح للمعصومين، خلينا نروح لمحمد باقر الصدر. نفس الحملات. شنو محمد باقر الصدر؟ يا معود، محمد باقر الصدر حزبي. نفس الحملة شنت على اليمن على محمد صادق الصدر. شنو محمد صادق الصدر؟ يا معود عميل للبعثية وهذا كذا. اخوان، هذا انت من حيث تشعر او لا تشعر انت قاعد تخدم المشروع الاسرائيلي الامريكي. تلاحظ لو ما تلاحظ. لذلك علينا احبتي ان نكون مدافعين عن العقيدة وعن المذهب وعن العلماء بشتى الوانهم واشكالهم. كل عالم من العلماء يخدم من جهة. اليوم حملات التسقيط مرفوضة. اليوم علينا أن نتحد. شوف الاستعمار ايش قاعد يسوي، قاعد يعزل، وخصوصا يعزل الفرق الشيعية بعضها عن بعض. عزلوا لك لبنان من جهة بدواعي انهم تبعية للمشروع الولائي، وعزلوا لك شيعة سوريا من جهة، وقاعد يشتغلون على اليمن من جهة، وقاعد يشتغلون وين؟ على شيعة العراق. وللأسف السذج تصفق لهم، هذا تبعي وهذا ما أدري شنو وهذا وهذا. فهو يخدم المشروع الصهيوني من حيث يشعر أو لا يشعر. علينا أحبتي أن نقتدي بعلمائنا. انتم شفتوا عندما اتحدت كلمة العلماء وكلمة الشيعة كيف دحرنا المنظمات الإرهابية سنة 2014. نكون قلب على قلب، كون نناصر الدين، مو نسقط بعلمائنا. إذا سقط العالم سقط الجميع خلفه. لذلك هاي مشروع إسرائيلي أخوان. علينا الالتفات، علينا أن ندافع عن علمائنا بكل ما نملك من قوة، سواء على أدوات التواصل الاجتماعي. والذي يتكلم على العلماء بأي لون وبأي شكل وعلى أي عالم علينا أن نردعه. طبعا هاي الوظيفة تقع على عاتق الجميع، وخصوصا الشباب أن يكونوا على يقظة من أمرهم في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.